بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا برا چلو چوار لباسي قاعدي بينجنبوين، يعني ضابطي بينجنبوين: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، يعني بصيغي كتير ليس كل من وقع بالكفر أو قاله كافرا. لجرم قاعدة عندك قواعد فرعية من باس يكن يشك لو قاعدنا التكفير يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص. لكوتاي أم قاعدة فرعية بوين قولك ما بولا لا فراتش الوشوار نقلي كين قول الشيخ محمد كوري عبد الوهاب بلامو وقرنقة لبردوه لبرو الشيخ محمد كوري عبد الوهاب باشا لكتابي الدرر السنية هاتو زور جار عندك لقنجا كان استدلال بو شخصا لعلماء وبو كتابة دكن شيخ دفرمي رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ شيخ محمد يكوري عبد الوهاب اتهام كلاوة بويكوا يكفر من لم يكفر الكافر، واتهام كلاوة بشي بويكوا جنگ لقل هركسي أكاد هجرتنا كابولاي خوي دولتك شيخ محمد يكوري عبد الوهاب أو حركة إصلاحية هبو أو دعوية هبو ناوي يعني دولة ناوي يعني هرشي شتك يعني أنوت شيخ وايا هركسي هجرتي بولانكا جنجي لقلاك أمش أما الله. وإذا كنا لا نكفر لكاتيك دائما تكفيري كسيك ناكين كا قبركي الشيخ عبد القادري جيلاني رحمه الله دا برستيت يعني سجدي بودبات وهروها لفناي قبري أحمد البدوي سجدة دبات لمصر وهروها جقل أمانش لكاتيك دا أمانة تكفير ناكين كابو أما ليرة وعقاتا لي بيبو باسي عذر بالجهل كلا درسي كيان لدو درس زور بتشري لسري قساءكين هاتي شبهات كان إن شاء الله عمر باقي بباسي أكين شبهيكي زور قوري هندق لأهل علمش ألين عذر بالجهل لا مسألة شرك دا نية. أما الشيخ محمد كوري عبد الوهاب كبناوي وقساكري الله أجر كسانك كسجدة وعبودية بو قبركي الشيخ عبد القادر جيلاني ين بو أحمدي بدوي سجدة بن يا عبادة كان تكفير ناكين تجاي طبعا لبرشي لأجل جهلهم لبروي جاهلا نزانا أما بلقي لسر أوي كوا داوا كردن لقبر لقور شركة سجدة بردن شركة نزر بو كردني سر بريني هم وشتانا بفضل الله يستبلاوا يعني دعوي أهل السنة والتوحيد بلاو بوتوا. أما أجر كسيك لجهل دابع جاء جهلك بسيطة ين اجتهادي هي ين تأويلي هي ين خطئي هي لموانع التكفير داين سري آية خطأ آية تأويل آية تقليد آية اجتهاد أصلي جهلي أصلي هرهم أمانة عذر لمسألة شرك ين با أدلها مي باسكين إن شاء الله. ولا سر مذهبي شيخ محمد عبد الوهاب خوي ولا سر مذهبي هندق لنوكاني وهندق لعلماء أهل السنة كمذهبي صحيح أهل السنة لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، يعني كسانك نبون فيريان كان تيان جين جهل كان بروي النوى تنبيها بدن وبلين أو الشركة. فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ كسيك هجرتنا نكا تنها لبروي هجرتي نكدو ولا إيما شركي شي نكدوا شون تكفيري دكين أو لم يكفر يان إيما كسيك من تكفير كد أو تكفيري نكات شون تكفيري دكين يان جنگ لقل أواني كوا إما جنجان لقل آكين بهر حال ثم كفر أمن تائرق سكي الشيخ توابو
بەڵام ئەوش بزانن ئەمە معنای وانە شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوهاب لە ژیانیدا هیچ کەسێکی تەکفیر نەکردووە نە مطلق نە معەیەن بەڵێ بە مطلقیش و بە معەیەنیش خەڵکی تەکفیر کردووە و حەقی خۆشێتی لەبەرەوەی عالمە لەبەرەوەی عالم بووە بۆیە کەسانێکی تەکفیر نەکردووە بەڵام کەسانێکی تریشی تەکفیر کردووە یعنی ئێمە ئەڵێن ئەمانەی تەکفیر نەکردووە کەسانێک مانای وانەیە بڵین کەسی تەکفیر نەکردووە یان نابێ هیچ کەسێت تەکفیر بکرێ وەکو لا دەستەکانی ترا زۆر بە چڕی قسەی لەسەرەکەن قاعدەی فەرعی دووەم کە ئەچێتە ژێر قاعدەی كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه الفرق بين التكفير المطلق والمعين كابو يعني هر دقيقة تبيني لقرآن هر دقيقة تبيني لحديث أي طالب علم أي كاس أي مسلمان مرجنية أو حكمة تطبيق كي تسرشي أو شخصي كأوي كدوة بويا أجر كسيق عزري بو أو كاتا تطبيق نابي بسريع التكفير ما بس يشمل التكفير كقصيدة سلكين تكفير أهل قبلية أينا كسيك كخوي مسلمانية أصلا هل أصلا إسا يهودية نصرانية بوذية هر كشتيكي ترى مسلمان نبي أهل شهادتين نبي وأهل قبلة ونجد نبي شكا أوني وباسك أونية أما كسيك كشاتماني هي ونيجي هي وروكات قبلة كاتي التكفيري دكي دبي أعقاد لشروط وموانع هابط كوابو التكفير اصطلاح بمعنى تكفير المسلم القائل بالشهادتين والمتوجه إلى القبلة في صلاته والتكفير الحق ليرة ودبي بزانين تكفير دوبشة تكفير من هي حقه وتكفير من هي باطلة تكفير حق أويا كالشروط وموانعك هبن يعني شروط هبي وموانعيش نبي مراعاة أو دو جانبت كذبه والتكفير الحق هو نسبة الكفر إلى من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فهو مشروع إذا كان من أصحاب الخبرة تكفير حق دروستا جائزة وعند بقرأ السنة بقرأ واجبة عند جار بويا وتومشي فهو مشروع يعني أكري واجب به وأكري سنة به بويا حلصان بو واجبة أداء كدني أو واجبة هندك جار لبو هندك كات واجبة وقال الشيخ سليمان بن سحمان ما المانع من تكفير من أشرك بالله وعدل به سواه واتخذ معه الآلهة والأنداد وإنما يهمل هذا من لم يؤمن بالله ورسوله ولم يعظم أمره ومن لم يسلك صراطه ولم يقدر الله ورسوله حق قدره بل ولا قدر علماء الأمة وأئمتها حق قدرهم كسيك بيبلي التكفير كدن بهيج شوازيب وهيج كسيك نيه لإسلام وكيو شيش برامان لإنسانية برامان لخاق برامان لشي شواشا كدن نخير أوي كافرة أوي شي ككوت الناو نواقض الشهادتين دواي شروط وموانع علماء تكفير يعني كل حقي خوانا بويا شيخ سليمان بن سحمان الله ما نعني بو تكفير كدني كسيك كا شركي بو خوي تعالى بالريال دابي وشي كذبت وكساني كي لجقل خوي تعالى كذبت جيجي عبادتي خوي أويك أم مجالة تركك بيك جاري وإنما يهمل هذا من لم يؤمن بالله يعني كافر بلايا واعتيادية خلق لها مكسيكا أجنا مسلمان خوي مسلمان جقل خوي بمسلمان نازانت جقل خوي بمسلمان نازانه واركسي كي جواب كات او امري خوي تعالى شرعي خوي تعالى بمزن رانا قتوا والريقي راستي نقتوا وتقدير وقوريتي ومزنتي بخوي تعالى وبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم رانا قتوا بلكو الريزي لعلماء اسلام وامتي اسلام نقتوا هوي كبيويستا تلك علماء امشتيان كدوا باشا نفرمي وقال رحمه الله إنه في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة لها مو سردميك علماء ألين شي كافر وشي كافرني شي بون منكوتنا ونواقضي شهادتين وحكمي بسرا أدن بلام شي أهل العلم أهل الفقه أهل الحديث أوانيك شارزايا هيا بلام فرمي طائفة
نكهم مسلمانه نكهم كسيك كتوزك لشريعة الإسلام شار زعيها طائفة قائمة تكفر من كفره الله ورسوله وقام الدليل على كفره لا يتحاشون عن ذلك بل يرونه من واجبات الدين أو وظيفة قضاة قاضي كان وظيفة حاكم كان وظيفة مفتي كان كسانيك كأهل علم بيويست لو كاتاني كوا هندي كس حقي أو تكفيري هي تكفيري لكن بل يرونه من واجبات الدين وقواعد الإسلام وبعض العلماء يرى أن هذا والجهاد عليه ركن لا يتم الإسلام بدونه ولكم بشكل الجهاد كذن والشروط أي الشروط التكفير إما لم تعرفيها وثمان تكفيري حق أويك نسبة الكفر إلى من توفرت فيه الشروط شرط كان بكرتي كون الأمر الذي وقع فيه المعين كفرا مخرجا من الملة في نفسه أما رجيت يابي أو شتيكتي كوتوا أو إنسانا كفريك بإنسانك لإسلام لبازني إسلام وإيمان كات دروا دوم أن يكون المعين مكلفا كسكا مكلف به وتبالغ عاقل به من دال ينشد تكفير ناكره سيم أن يكون مختارا مريدا غير مكره يعني كسيك بيت باختياري خوي أو قصيب كات مقصدي هبي لو قصي كايكات نك ببي مقصد تيكو تبي بحالة تيكو تبي بتأويل تيكو تبي باجتهاد تيكو تبي بجهل وتيكو تبي نزانت حكمك نزانت ينزوري ليكرابت شعرم أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفرة بزاني أوشتي كفرة كسيك أجر نزاني كفرة نزاني أوشتي كفرة تكفير ناكرت وذلك برفع التأويل عنه إن كان متأولا غير عالم بمدلول النص وغير عالم بإبلاغ الحجة له إن لم تبلغه بلغي بينا جيشتوا وإن بلغته ولم يعلم بها بلغشي بيجشت بيبونمنا شن آيات هي شن حديث هي شن إجماعات هي ونايزان طلب علم نايزان ما مستعيني آيني نايزان بو هر کسی ما مستعی آيني بو هم قرآن دزانه شن ما مستعی آيني هي تفسير ابن كثير تاو كردوا شن ما مستعی آيني هي بخاري خوند بيتوا همو بخاري بزانه مسلم بزانه سردمان يكبو بخاري ومسلم لما يجي ما مستعي كنبو إلا كم يكشي زور كم أي ما مستعينا كافر بون لكاتيك أم باسانا أكين أمام بس من أويا بيانو بس من أونية بيانو بينينوا برها بو مسألة جهل لا تنك لا تباشر باسي أكين بشروط بلام أجر جيشت بون منا بلغ كش جيشت ليتي نقشت بون نمونا شبهي بو دروز بو تأويلي بو دروز بو كسي كتير عالمي كتير لا أو قورتر ما مستعي كتير لا أو شار زاتر شواشي كت بون نمونا شويني كت بهرحال وهروها أن لا يوجد مانع التكفير أن جمع موانعيش نبي يعني أمام مرجكاني مرجكاني تكفيرا وأمها مشينية لكانت كدينا سرباسي مرجكان بدريجي باسي مرجكان أكرد وأشكرية أمانة هنديشان بكرنا موانع برمنا مكراه وتأويل وجهل وشي أوانا لباسي إكراهيشا باس بكرت والموانع أن لا يكون ما صدر من المكلف كفرا أصغر أن لا يكون ما صدر من المكلف كفرا أصغر يعني أبي شي به أبي كفري أصغر نبي أقل كفري أصغر بو تكفير ناكره أن يكون المعين من المسلمين الذي صدر منه الكفر غير مكلف مش مانعة أبي مكلف نبي شون الشرطة كان باس ما كلها مانعة كان شبه الشوازة كوابو أجر كسيك شيت بو يان من دال بو يان بأعقابو كسيك خوتوا كفر بدميادت كسيك براوته ولا وشوته كسيك نخوش درماني كي خواردوا بونمونا بأعقاب بهوش كفرك بهالحال
سيام أن يكون المعين من المسلمين الذين صدر منه الكفر مسلوب الاختيار أو مسلوب الاختياري، كأن يكون مكرها كسك زوري لكرا وبزور كفري بيكري. شوارم أن لا يكون متأولا، يعني بتأويل ونكوت بثناء كفر يدخل في الاجتهاد فيه، يعني يدخل في الاجتهاد السائغ كسيك بونون باجتهاد وهلايك أكاد أكيد ناو هلايك وبهو اجتهاد أو معزورة، يعني كوابو كاتيك تكفيري أكيد لم بابة نبي، ولا جاهلا نشأ جهله عن عجز لا تقصير، وجاهلك النبي جاهل لكي سرشاوي قلت بيه لشيوة لعجزة لبي دا صلاتي كسيواها يبون من هيك دا صلاتي خوينية لشاريك لشوينيك لكاتيك للزمنك أجيد علمي تانية كعلمي تيانبو أو كاتا أم معزورة بلا مقر توان يعني لتواناي دا هبي علم دست بخا بلام بشتيال كذبه وكو خلقي كي زور لم زمانه استا بداخوا كشيء إعراضي هي، يعني زور بدواي دنيا دا قرن بدواي منصب دا قرن بدواي هموشتي كي دنيا دا قرن بلام بدواي علم دا ناقرن بدواي توحيد دا ناقرن بدواي سنة دا ناقرن بدواي حلال وحرام دا ناقرن خلقي شي زور واهي إعراضي شي تامين هي، يعني هيج جواب إسلام نادن وهاش إعراضي هي بشتال كدني لإسلام هي بلام تامنية بقشتينية بلام بشوازي كي قشتي إعراض وبشتل كدن لدين وبدوا دا نقران بو فيربوني دين لم زمانيا زورة. ويدخل فيه التقليد غير الناشي عن الإعراض وهروهات كسواها مقلدة سرشاوشي نقلت وتقليدك سرشاوي نقلت ولا بشتل كدنوا، يعني تقليدي كسيك خوشي هولا دا بلام درقتي علم نايا شوني عالمي كيف تناو هلا أما تكفيري حقا دبيتشي بيت شروط وموانع بويا نسبة الكفر إلى من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. أما تكفيري باطل هو نسبة الكفر إليه ظلما وجورا لعدم توفر الشروط أو وجود مانع من الموانع، وهذا من مرتكبه خروج عن الشريعة. يعني هركسي أمبكاد لما نهجي صحيح درش ولا يداوى نابي التكفير كسيك كي كشروط نية يان موانع هيا لبرشي قتمان وهذا من مرتكبه خروج عن الشريعة بو خوارج لدين درشون يان لا ينداوى جال لدين درشون كما بس من بي أونية خوارج كافر نخير، يعني مذهبي صحيح أوي خوارج بالشوازي كي قشتي هر مسلمان، يعني طائفي كي مبتدعا بلام مسلمان بأهلي أمتي إجابة أهلي إسلام أمتي إجابة حسابك لين بلام طائفي واشي عندك لأهل علم تكفير ينكردون لنا خوارج طائفي وهي تكفير كلاون بوت من خروج للشريعة لما رواه أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يمرقون من الدين يعني يخرجون عن الشريعة. أو شاهدك يا خالي كتير تكفير دوبة شوتمان تكفيري مطلق وتكفيري معين تبي أما بجواني بزانا وهمو كسيك خوي لباسي تكفير دا تبي أم جوازياب كات. التكفير المطلق أما تعريف كيتي هو تكفير الوصف أو الفاعل غير المعين بأن يحكم على فعل بأنه كفر أو فاعل مبهم هو كافر أو طائفة اشتهرت بشيء من المكفرات أنها كافرة دون النظر إلى فاعل معين منهم كالجهمية والقاديانية وغيرهما. بوردي أقات لم تعرف به تكفيري مطلق كاتي ألين فلانة تاوان شركة كفرة درشون للدين. أما تكفيري مطلقة تكفيري فعلة
الوصف يعني الفعل، أو الفاعل غير المعين بون منا فهو في النار عليه هركسي أو بكات فهو في النار أو فاعكيه أو كسيا مبهمة فاعل هذا الفعل في النار تائر كيشينية فاعل المبهم كيشينية بأن يحكم على فعل بأنه كفر أو فاعل مبهم هو كافر أو طائفة اشتهرت بشيء من المكفرات بونمنا طائفة ومن هي وكو قاديانية ادعاء أواء كان كسيق لا أوان سروشي قاديانية خويبة في غنبر دزانة أما كفرة بويا أو طائفة باوريان بيتك أحمد مرزا غلام القادياني بيغنبريانا أو طائفة كافرنيانا بله استوت من طائفة قاديانية كافر طائفة جهمية كافر بونمنا فلانة حزب فلانة طائفة فلانة مذهب فلانة لكاتك أوانا كومل كفريات يعني الإسلام درشون واضحة آية أو أكاتا أو يك بيكشي جهمية كافر يك بيكشي قاديانية كافر ليلة وبزانا هناك فرق بين العموم والعام تكفير الطائفة بالعموم معناه ايش يعني حكم على الطائفة بأنها مرتدة بلام تكفير الطائفة بالعام يعني الحكم شامل على جميع الأفراد واضحة؟ أما هندق لعلماء حتى عالم بيني وهندق لكتاب هندق باحث هلدك عموم بمعنى عام تفسيرك وأشكريت أقربيك ونين أشكريت بمع عموم ما بس بي عام به بلام أقر أوها بو فرق شواه هينات وكو إيرا قاديانية طائفة شي كافر فلانا كافرة مرجنية هركسي لو مذهب به لو طائفة به لو حزبها به كافر به لو أنا معذور به بو لبرو أصل يعني مسلمان بون وين بسر هاتوا نك كافري أصلين تادفع عن لبكن كابو تكفيري مطلق أو يعني تكفيري وصفة يعني تكفيري فاعلي مبهمة يعني تكفيري طائفيك بالعموم نك بالعام بلام تكفيري معين هو تكفير الشخص المعين يعني الأشخاص المعينين كسيك يعني شن كسيك دياري كلاو بعد أن تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه والفرق بينهما واضح استشتكرون بويوا تكفير معين أويا كسيك شي دياري كلاو كالصاوة بكاركا تكفيري دكي بلام دوايتشي بعد أن تتحقق فيه شروط شرط كان هن مانع كان جيتشيان نين يك مانعيش به بس يك مانع ببلا موانع بس يك شرط نبي لشرط كان بس بالي روا بشنا باسي كثير من أين يؤخذ تكفير المطلق والمعين ألي روا ضرورة وبزانين هرشتك بكفر هاتبو أبي بزانين تكفيرك مطلقا يعني معينة التكفير المطلق يؤخذ من أدلة الكتاب والسنة فقط يعني تشتك كفرا حق إخوة بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم بكفر أكبر هاتوا وكفرا فهو حكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه من الأحكام الشرعية التي لا يجوز فيها الكلام إلا بنص الشرع چونکە لأخوته شتێ بکەی با كفر بلا ما يتاكوي قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كاتي الله فلان شد كفر خوشي كفرنيا فتوى الدعوة بناو خوي تعالى وورناجير فقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال فيه ابن القيم في مدارج السالكين فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله
شتێک کە کوفر نییە لە خۆتۆ بیکەی بە کوفر شتی وا نابێ بۆیە تەکفیری مطلق حەقی خوا پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم وحكمي أوانا نك حكمي مجتهد عالم مفتي هيج كسيك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستغاثة في الرد على البكري فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفه. يعني بويا منهج أهل السنة كي مخالفين بكات تكفيري ناكن چون كان ناتواني تو مخالفة شني الرقد ليها به شي هي بقد خوارج الرقي خوي رشبه بسر صحابي كشت به تكفيري صحابي كذبه بلام كبرسيار لا او كسيك تكفير كراوك عليا رضي الله عنه برسيار ليك عند الباري خوارج او الله برام معنا بغوا علينا نال كافر والله ما دام من الله كافر خود كافري بيانو بدوزيتو بوي تكفيري كاين خير منهجي ايمانيه او كفر نبي ناتواني بك بكفر لخلق. فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان في ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. يعني شون أو تشيك برانبر توش برانبري أو شتبكي كمن كذب عليك وزنى بأهلك كسي درود بناو أكاد كسي زنا لقل كسكارتا أكاد توش بشي دروي بوبكي بناو يبكي يامشي زنا لقل كسكاري يبكي تشتوى منية تاكوتا قولك. فبناء عليه نعلم أن التكفير ليس انفعالا نابع الرقد برسيد بو تينود بو سجن كراي نارحت كراي دعوة لي وسينرا آزار دراي هرشيك بو بونمونا كشت بدلنا بو برشك دارو انفعالو لبر نفسي خوتو أو شتانا نابع أو انتصار للنفس وإنما إخبار عن حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تكفير معين ده بيبدو بشو. وأما تكفير المعين فينقسم إلى قسمين. الأول فإن كان ممن ورد تعيينهم في الكتاب والسنة كفرعون وقارون وهامان وأبي لهب فهو حكم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج إلى اجتهاد مجتهد بل يؤخذ من الكتاب والسنة مباشرة. شخصي وهابو برسالي كدوا يا رسولي خوا باوكم لشوي وتيتي باوك لا أكره باوكي منو باوكي توش لا أكره تمام اجتهاد ونوسين ووانية ولا برشي وايوت حكمة معينة يا معينشة تكفيري معينشة بلان بنص هاتوا لقرآن للسنة هاتوا بويا التكفيري معين لا بنص هاتوا باجتهادش. دوام الثاني إن لم يكن ممن ورد تعيينهم في الكتاب والسنة فيكون حينئذ محل اجتهاد للقضاة ومن في حكمهم لكونه ليس قاصرا على معرفة الحكم الشرعي فحسب في كون العمل كفرا أو القول كذلك وإنما يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها وحسن تنزيل الحكم المطلق على المعين. همو أواني بيويستا كاتيكا فلان أشد كفر فلان وفلان أي كان ما دام ناويان بكافر ناوي فلان كس كوري فلان كس كلم سردما أجي لشوي قرآن دهات وكافرة لشوي سنة دهات وكافرة تو علي أو خوا بكافر داناوا خوا فعلكي بكافر داناوا فاعل مفهمكي بكافر داناوا بلان فلان كسي كوري فلان كس خناوي لقرآن وسنة داناتوا كتو دي لبر أوي ككفري كدوا شروطي شينية موانعي شي شروط الشرطة كاني هي موانع كاني نية بي علي كافر قيدينية بلام اجتهاد لواني تولى شرطك هلبكي لواني لمانعك هلبكي كابو حكمي تويا يعني حكمي خوا حكمي تويا حكمي مجتهدك حكمي قاضيك قاضيك لا دادوريك لا محكمة حكم دا حكمي خوايا حكمي قاضية اگر بحكمي خواش حكم كاد هل حكمي كيا حكمي خويتي بشي اعتباري حكمي خويتي لوانيا او كسا مستحق نبي حكمي بس لا ادري او انت صالي بوبرت ولا اني هلي كذبه الجاد وانا بي بوشي يرنو بو تمييز بو طعني لي ادري
دادورة قاضية مفتية هاتشيكيا حكمي وإنسانية نك حكمي خوا تو كسك تكفيرك يا الله خوا واي وتو خوا بكافر يا زانية بخو مني نخير هو دروية بناو دينه واكريه هو توي تكفيره وكسدكي اجتهاده لوانيه بيكابيت لوانيه نخير بويا اواني ناويان لكتاب السنة دانات وحكمي تويا اتواني اگر اهلي تكفير بك بلام اگر اهل ني دبي ورياي او شتانه بيت بويا وهذا مقام صعب المورد هرواسانية لإمكانية تطرق الخطأ إليه لوانيته هلبكي ولذا فتكفير المعين الذي لم ترد النصوص بتعيينه لا يقال عنه أنه حكم الله ورسوله ناو تريد أو عنيك بنص ناوي النات بكافر نكرابية تناتواني بلي أو حكم إخوة وإنما يقال إنه حكم المجتهد أو حكم مجتهدة وقد يخطئ المجتهد في تنزيل الحكم على الواقع وهو بين الأجر والأجرين كسيكي أهلي خويتي قاضية كسيكي تكفير كدوا مفتية لجنية كبو نمونا كسيكي تكفير كدوا هلاش بكاد أجري شي هي بي كدو أجري هي بلان بمرجتي متى ما استفرغ جهده في استكمال متطلبات الحكم الشرعي يعني خوي معنوك كدبي بوأوي أو حكم بعد وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه يعني أوها بي أوتن كاتك يعني أبلوقي قلايش لقلاكاني كفريا أدا شو دوري كافرانيا أجد وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله وتيان حكما تيابك بزن خويت على حكم شونا أو حكمك فلا تنزلهم على حكم الله بل حكم خواتنا سجيب جيكم لو أنا هلبكي لو أنا خويت على برشتيك رازي بيت برامبر أو كافرانا أنجام بدري توب تشتيكي تربكي چونك خويك شدنية معاملة لقل كافر دا كاتك تسليم به خويك شدنية لو أنا آزاد يانكي لو أنا أسير بأسير بيان قوريتوا لو أنا ببارا آزاد يانكي لو أنا شايسة بن بكوشرين لو أنا شرطي كان لسرداني مسلمانا فيري علم زانستك بكن تو چو زاني كاتك يكشد الله إخوابه والرازية لو أنا إخواب بشتي كتر رازي به بهر حال فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أن تصيب حكم الله فيهم أم لا وقد بين جماعة التكفير والهجرة أن من فرق بين الفعل والفاعل والكفر والكافر فإنه مخطئ لم سرد ميخو معنا لم يسرد وكنت وزيك تديم سري باسي جماعتي تكفير هجرتك كجماعتك تنروب دروز بوب لا سجن كان مصر هاتن شي ذلن وقد بين جماعة التكفير والهجرة أن من فرق بين الفعل والفاعل والكفر والكافر فإنه مخطئ ألين أو هليت وبلي كفر كدو كافر جنابه ناخر هركسي كوت إنه كفر وكافر دبه بوي بزان أما مناجي أم جماعتي كلا مصر بيدابون يج جان ندا يج ضوابطك كعلماء أهل السنة داننا كما في الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد القول أم كتابي خرافة الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد عذر بو كسك كجاهل بيت داينانت كما في الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد القول بأن جنس من فعل كذا فهو كافر ولكن المعين إن فعله فلا نستطيع تكفيره الله أقل أو أني وادر الله بلي وصفك جنسك كفرة بلان فاعلك إما ناتوان تكفيركين إما نال ناتوان تكفيركين الله دبي شرط مانعها به مراعاة شرط مانعها به الله ما هو إلا لغو أما قسيش بروبوشة بطالة لا معنى له وإبطال للأحكام الشرعية أما حكم الشرعي كان فقدخا كانت واني كستكفير كي فكدخا وبدعة
كابو التفريق لبين فعل وفاعل ده لبين تكفير مطلق ومعين ده ببدعة دزانا. أم جماعتك شين التكفير والهجرة هي حركة في السجون المصرية. أما بزوت نوايا يكبون حركات يكبون جماعات يكبون لا بندين خانكان مصر في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر كفرت مجموعة من الإسلاميين المسجونين النظام المصري. الرجيم المصري أو كاتي جمال عبد الناصر تكفير كد كومالا جنج يكبون لا سجن كان مصر دا و بجيجل السيستمي مصر نظام حكم رجيم مصر كومالجاي مصري شان تكفير كد والمجتمع المؤيد له. صاغ هذه الأفكار بداية الشيخ علي إسماعيل، يعني شيخ علي إسماعيل أم فكري بضلبه، ولكن الأخير يعني علي إسماعيل تراجع عنها فتزعم هذا التيار ونظر له شكري أحمد مصطفى. يعني أعمر روتا شيسر برشتيك للدواي علي إسماعيل شخصك بناو شكري أحمد مصطفى أمير جماعة المسلمين. يعني جماعتك إخوانا وناوشي جماعة المسلمين يا استهندك ناو أخوانا الجماعة الإسلامية الجماعة بوي جماعات ترشيا جماعة المسلمين يعني كومولجي مسلميا كومولي مسلمانان التي نعتها معارضوها باسم التكفير والهجرة. بلان دجكاني ناونا تكفير هجرة لأنها دعت إلى تكفير المجتمع والهجرة عنه إلى بعض الأماكن النائية عام 77 و900 وألف. يعني صار يزار نصد حفتاه حوت أم حدث الرويداوة لمصر خلشي مصر يعني تكفير كد بحاكم محكومة وشون دشت شون دورة كان هجرت يعني كد ودعوة يعني كد لخلق هجرت كان مولاي أوان أو الدولة أو حكومة أو أني ترهيج إجنية باشا ده صلاتي دولتي مصري قلتني ألقت السلطات المصرية القبض على مئات من أنصار هذه الجماعة وأعدمت 5 من قادتها بينهم مصطفى. يعني مصطفى ما بس شكري أحمد مصطفى بينش كسيلي إعدام كذن. كفر أعضاء هذه الجماعة الحكام يعني عندما كان أم جماعة أم حزبية حكاميا تكفير لأنهم لا يطبقون شريعة الله وكفروا الشعب جيجل وش همو شعبي مصريان كافر كد لأنه يرضى بحكم هؤلاء الحكام دلين ما دام إيه والرازين لأن نابرن دجيان وستن إيه وش كافرن كما كفروا علماء الدين لأنهم لم يكفروا هؤلاء الكفار. كاتي حكمة تكفير دكان كومرقش تكفير دكان علماش تكفير دكان بيان تكفير ناكن وكو يستا خلقان يقلم ملاطي خمانية خلشنا مو بلاوشيا كافرة. كانوا يعتبرون أن من واجبهم هداية الناس وتأكد من التزامهم بالإسلام وعليه كانوا يعتبرون أن من ينضم إلى جماعتهم يدخل إلى دين الإسلام وكانوا يهدرون دم كل من ينضم إليهم ثم يتراجع عن بيعته لأميرهم. يعني هركس يبشوية أنه أواني شو لو أنوازي به هر أنكش كل جماعتي مسلمانان لا يداوى درشوا خوينا وناو جماعة المسلمين في إشارة إلى اعتقادهم بأنهم جماعة آخر الزمان كومرقين مسلمانان جماعتي مسلمانان دعاء وان كسيترنايا كانوا يعتقدون أنه سوف يتم على أيديهم ظهور الإسلام على كافة الأديان والملل. يعني الإسلام لسدستي إيما سردكوي وإيما سردكوين بس همو خلق دا همو دينا كانت دا. اعتبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وكان بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم متويتي إما أمتي أمين نخبن دوارين نانوسين مان هيا ونشيش نحساب دزانين علمي حساب وهندسة وانا بفنزكان باوانا حسابكين فلا بد أن نكون مثلهم أمين خريشي أم علم ملمو وشانا ما بن خريشي أمانا ما بن نوجه كل جهدنا ووقتنا لنتعلم الكتاب والحكمة بس تنها قرآن خوي وحديث كان بينه وخذ لي تيبقى وتواو بدواي شرح وشروح قصي علماء وأنا ما قرأ وما دون ذلك فهو ضلال مبين. أما أو جماعتها بوشي وعزاء أو هذا لن. أما أهل السنة جماعة فإنهم لا يكفرون إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. وأقوال أهل علم
لسر موضوع زورا خالي السيم لو قاعدة فرعيانيك تشنا جير ضابطي بينجموا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه قاعدة فرعيتي لابتوا التلازم بين الظاهر والباطن عقيدة أهل السنة وجماعة شونا دلين أويك لناخدا هيا دبيل دروا دركوه أجر إيمان هي لناخدا دبي شاتمان بيني دبي كردوا بكي كسي كردوي كد أو بلغي لسروي كواتشيا إيمان دارا أتا إيريش كشي هي أهل السنة أمر يا رأدن كلنا وناختا إيمان هبو دبي شاتمان بيني أقبلي إيمان هي وشاتمان ناينم إيمان هي وكردوناكم ناخو كسي كش كإيمان كشاتمان هي نويجك عبادتك أو بلغي لسروي كوا إيمان دارا بلام آية همو جاري وايا نخير همو جاري بوشي وازنية تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة التلازم بين عمل الباطن الذي هو إيمان القلب وبين عمل الظاهر الذي هو عمل الجوارح خالف أهل السنة طائفتان دو طائفة دو جروب دو تاقم بيتشوانا لقل أهل السنة الأولى المرجئة التي تنفي اللازم بين الظاهر والباطن مطلقا مرجئة دلين ربط لبنيوان ظاهر وباطنية يعني أقبل تصديق ذهب وهيج كردوية نكيت وإيمان داري هيج ربط يقنية حقينية إيمان شتك عملوا أنا شتكتلا أما طائفك خبيث ومنهجك زور خلاف يعني ومخالف بتشندين آيات وأحاديث بلقوا بإسلام هموي الثانية الوعيدية خوارج التي تثبت التلازم المطلق بين الباطن فمن أظهر عملا كفريا في الظاهر كان كافرا في الباطن أمش طائفي دوما كرك مخالفي مرجئا أجر كسك هر كفري شكت هيج عزرك ناخوا چونك تلازم لنيوان ظاهر لقل باطن داعي لا ظاهر يتوشي دركوه يعني أو بلغي لسروي كالباطنيش داهية باطنيش واه كاتك كفريك دكي كوتوس ناو كفريك بلغي لسروي كالدل دائما نية طالما أهل السنة والجماعة وانين وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الفريقين بناء على ما جاء في نصوص الشريعة يعني سيد دليل كان راست بالشوازي مجمل تلازم لبين ظاهر باطن هيا طالما دليل كان هندي استثناء ياكن وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الفريقين بناء على ما جاء في نصوص الشريعة فأثبتوا أن الأصل هو التلازم كاتي قلت من الأصل هو التلازم بيبزاني طلب علم بيبزاني أصل تلازمه بلام هندي جار استثناء كلاو أن الأصل هو التلازم بين الظاهر والباطن في إثبات حكم الإيمان لحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب بلغية لسلوي تلازم هيا لنيوان ظاهر وباطن بلام أو أصل أو هيا هندك جار أحكام مكاني جوازة بفي هندك دليل كيستباسيانك وأثبتوا يعني أهل السنة عدم التلازم فيما يتعلق في إثبات حكم الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله يعني كافريك بلانبرد شردك كاتيك كاوتي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يعني أجر بدروش بلا منافق بيوباورشي بينا بيب كوتي أشهد أن لا إله إلا الله تو تشبل جيك تبيك درودك كشايت ماني هنا حسابي مسلماني بوكي يعني ساي مسلماني بوكي أتواني بلاي النخير راس ناكيتو وأشتواني بلاي مادام شايت ماني هنا إذن لدل وباور دارا نخير هيك شكل أنا أتواني كوابو أصل تلازمه بلام استثناء تيايا وأثبتوا بلا حديثي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه كوابو
أو أصلا لا أهل سنة لبل أو دليليك باسم كد، لكن لم يضطردوا هذه القاعدة بكل حال واستثنوا أحوالا. يعني قاعدة كم مضطردنية لها موكاتك إيشي بيناكرت. ففي الحالة الأولى التي أثبتوا فيها التلازم بين الظاهر والباطن، لكاتك دكالين تلازم هيا لأن يوان ظاهر وباطني إنسان دا، استثنوا حالتين، دو حالتين استثناء كدو وإخراج كدو، لا يدل فيها الظاهر على الباطن، ظاهر بلغنية لسر باطن، بل الحكم في الدنيا بالظاهر بشروطه وموانعه، وفي الآخرة بالباطن. وكات حكم بظاهرك يكم أن يكون مؤمنا لكن يجري على جوارحه في الظاهر مكفر، كسك إيمان دارا كفري كلي أوشته كفري أكبر كوتوت نيو كفري أكبر بلام معزورة، يكون معذورا به كالرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه شكا في قدرة الله على إعادته وشكا في البعث، وهو كفر بالاتفاق. هم علماء دلنا وكفره بلام آية أو إيمان دارا خوالي خوشبو يانا خوالي خوشبو كوابو بظاهر كفري كديانا آية الظاهر يدل على الباطن ليرة نخر خب ووتمان تلازم مش هي بلام استثنايت يا هي لا حالتي دوما استثناء دوم أن يكون كافرا بالباطن، أو لا ظاهر ده كافر بو أما لا باطن ده أن يكون كافرا بالباطن مسلما في الظاهر كحال المنافقين الذي كحال المنافق الذي أظهر الإسلام بالشهادتين وإقامة الشعائر. أبيني كابرا نيجك روجوغريا عبادتك همشتيجك وكم مسلمانا بلام لناخدا كافرة. كابو الظاهر يدل على الباطن نخير استثناء، أما كوتمان تلازمها. وفي الحالة الثانية التي لم يثبتوا فيها التلازم بين الظاهر والباطن استثنوا حالتين كذلك يدل فيهما الظاهر على الباطن، والحكم فيهما في الدنيا والآخرة بالظاهر لدلالته على الباطن، وهما أن يدعي الإيمان في الباطن دون عمل. كسيك بيت بالله من إيمان دارم ظلم حسابه وكو خلق بداخله الله ظلم حسابه هيج كرده ويقناك هيج كرده ويق بعمل ناكت يعني شتيشي كم دك يعني وشتانا ناكت كوا أركان. يدعي الإيمان في الباطن دون عمل صالح فيظهر الإسلام بلسانه ويزعم الإيمان بقلبه، ولكن لا يعمل صالحا من أعمال الجوارح قط بعد بلوغ الحجة. الدواء بلغي بيغا ترك جنسي عملك واتا هيج كردويك ناكات هيج كردويك ناكات. أما أم شخصا كاتك الله من باوردارم درو دكات أقر باوردارا دبي كردو بكات نابي تركي همو جنسي عمل بكي هيج كردويك نكي. وخالي دوم أن يسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يلزم كفره بما أظهره لامتناع وجود الإيمان في قلبه. كسي قال من إيمان دار بلام جون بخوي تعالى هذا وبيغنبري إخوان صلى الله عليه وسلم قال تأكاد سكاتي أكاد هم بلغي لسرويك أو إيماني درودك راسنيا كابو. أما بيوتري التلازم بين الظاهر والباطن. أما قاعدة شوارم بوي بقينا ضابطيش الشملة لضوابط لازم القول ليس بلازم. أما مسألة يعني كشيء زوري في حل أكرت وخلشي شي زور لمجالاتي شي زور لعلم ده لم بابة التيناغن يعني أجا طلبي علم لم بابة التيبقى لازم المذهب مذهب أم لا، لازم القول قول أم لا، تفاصيل كاني علماء بزاني أو كأهل السنة كدويانا شيء زوري بو حلبه. لازم القول ليس بلازم بويا أصل أويا كلازمي قول لازمنية إلا مجر خد تبنايك بون من قصيك ظلم من قصيك ظلم بون منا كسيك تدلي الله كسيك كنوج ناكات كافر دبي كسيك دي دوكو شيخ سفر الحوالي دكتور سفر الحوالي دي الله من لم يكفر الكافر فهو من لم يكفر تارك الصلاة عفوا من لم يكفر تارك الصلاة فهو متأثر بالإرجاء
شعر أم لم يشعر بوشي وهذا الله لازمي قولك بردوه الله هركسي نوج نكر بتمالي تكفير نكا أو متأثرة بفكري مرجئة بزانيان نزاني بو مرجئة أعمال بإيمان نازان إذن أمش كوان نوج نكر تكفير ناكا إذن قصي أواني وتو باشا يما قولك بو هذا جرينوا من كفر تارك الصلاة فهو متأثر بالخوارج شعر أم لم يشعر أبيت هذا شيء غلطة چونك أعمال خو شهادتين نية خو اعتقاد نية علماء أهل سنة خلاف انتهايا خو أكري بلين أوانا خوارج بون ناكري بلين خوارج بون أو قول باتشي بلازم بو يزور جات وقسيك علي كسي دي علي أم قسم معناي أوادا ما بستي أويا بردني لازم چيا هاوري لف شتيق علي معناي كتري لي أفهم ريتوا أو أصل لم مسألة كما لازم القول ليس بقول لي لازم قولي ليس بقول لي لازم مذهبي يعني الذي قلت به ليس بقول لي إلا ما من بلي ما بسم أويه بلي أيلم لشوني كتير وتوما لكتابة كاين تر ما هي لمحاضرة كاين ترى باسم كذوة والمقصود به ما ينبني على الكلام من المعاني المترتبة عليه التي يجزم الذهن بلزومها لهذا الكلام كمن يقول عن بعض صفات الله تعالى كالاستواء أو غيره إنها مجاز ليست حقيقة فإن لازم هذا القول الكفر المحض كسيك هي باوري بهيج صفة لصفة كاني وكخوي آية ذكرته بلي مادام باوري باستواء نية إذن باوري بحوت آية لآية القرآن دانية كان كس هي لعلماء إسلام باورا باستواء نية زور كانها خلقه بمليونها خلقه باورا بزور لصفات كاني خوي تعالى نية تأويلي دكان باورن بينية بلام نالن باورن بآياتك نية بس تأويلي هم بدو الأسبوع كاتك كوا تأويلي الصفات دكان دكريب لي ما دام تأويلي أو الصفات دكا باوري بآياتك نية أجينا باوري بآياتك بجينا يباد نبي بابلي مع أنه لا يقصد هذا اللازم باورن لازم يقصكان ونية كباوري بينبي بلكو لبرشي وعد الله شون بيبلين خوا أو هايا أقبلين خوا دستية معناه وايا بالرزي ما كلوا بلان بربخوا أقبلين خوي تعالى تأسماء الدنيا يعني خوا ما بتشكلتوا يعني هرشي تأويلك ده كان لبر تنزيه ده كان لبر الخوا بقول الله بقولن بلان بنزانين بلادان لمنهجي أهل السنة بلادان لدليل خوني والله اللي بيديني ويان كدوا لا تنزيه ويان كدوا بوي تمثيل لكن بوي ده بيبزانين كاتك شتيك دليل لازمكي مطلوب نية قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة يعني أبي أجر أو استواء أو تأويلاته أو أن ببين أبي بلن خوي تعالى أو كسانة باور النبأ أسماء هي نبأ الصفات هي وبيش كافر دبن وكل من لم يثبت بين الاسمين قدرا مشتركا لزم أن لا يكون شيء من الإيمان بالله ومعرفته والإقرار به إيمانا فإنه ما من شيء يثبته القلب إلا ويقال فيه نظير ما يقال في الآخر ولازم قول هؤلاء يستلزم قول غلاة الملاحدة يعني كاتك دين هم أو أسماء صفاتنا هيش إثبات ناكن تفرقي كان لقل يعني غلاة ملاحدة هي أوانيك التعطيل أسماء الصفات دكن هيش نية نتيجة كاركاته وياك كسيك أجر تعطيل بكاب بالشوازي شي كشتي وكسيك شبيت هر شي صفات هي تأويلك هلكاته تعطيل هلكاته النتيجة كاته وياك بويا ويستثنى من هذه القاعدة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لازم قول إنسان نوعا كابول لازم قول دوبشا لازم قوله الحق لازم حقه جاري ويا قولك دلي لازم لقى الله يعني الرفيق لفيك لقلايا فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه فإن لازم الحق
فإن لازم الحق حق، لازم حق حق معناه قسكي من حقي لي فامرتوا أوش قسي منه يا هي تو أو هي تويا. ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله من تو ناسم دزانم أو قساني تو بڵێ وایە تۆ مەذهب دوایە قسەکان ئەوە ئەگەیەنێت بۆیە ئەکرێ مەذهبی تۆ بزانم ئەکرێ بڵێم ئەوە مەذهبی وایە. فأهل السنة لا يحكمون على معين بالكفر بما دل عليه لفظه من الكفر باللزوم ما لم يتبنى. بوي أمن باسكت بوي بزاني هاد جاري وايا قولي كسيك لازمي قولك كفرة دبي بزانيت آية لازمي قولك خوي تبنى أكاد أجر تبنيك أو بي كافر دبي لقال شروط وموانع أجرنا لازمي كفر نية لازمي قولي أو شخصا أو يوتوا لوانية أو ما بس نبي بويا دلابي دراسي حالي شخصك بكري بما جيشنا ضابطي ششم إن شاء الله بدرسي كتير ليلة ودرس بيكين أجر عمر باقي به. وصلى الله على سيدنا محمد. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.